وكل الكلام ده مش حقيقة، ده مشكلة كبيرة. مفيش أي حد في الدنيا بينجح بسرعة، مفيش أي حد في الدنيا بيطلع السلم مرة واحدة. أكيد يعني من الطبيعي واحد بيطلع درجة درجة. لو أنت من شاب ال20 وال30 فالفيديو ده ليك، عشان الكتير مننا بيقع في الأخطاء دي وعايزين نحسن منها. وقبل ما ننتقل لحتة تانية لازم نركز في الفيديو ده ونعمل بكل كلمة في الفيديو ده. تمام؟ يلا بينا. تعرف فعلا الدنيا دروس، وياما الدنيا هتعلمك دروس ببلاش. التفكير في الماضي مش هيخليك تتحرك. لو ما سبتش ماضيك يموت فهو مش هيخليك تعيش مستقبلك. وكل ما تفكر فيه وتديله من وقتك هيخليك تكتئب ومش هتعرف تتحرك، ويبقى الناس كلها بتتحرك وانت تحس نفسك في دايرة ومش عارف تخرج منها. وزي ما قلت لك الدنيا دروس وتجارب، فارمي الماضي وما تفكرش فيه. عايزك تعمل مستقبل تفتخر بيه، واحرق القديم وابني على جديد. عايزك ترسم لنفسك نجاح، ما تعيش في الحياة تاكل وتشرب وتشتغل بس. لازم تفكر في نفسك شوية وتطور من نفسك. كلنا اتخدعنا بوهم اسمه النجاح السريع، اللي هو نفسك تنجح في يوم ويومين، نفسك تنجح في شهر شهرين. عايز كل حاجة بسرعة. انت مش عندك صبر، عايز كل حاجة بسرعة تيجي بسرعة، عايز تنجح بسرعة. وكل الكلام ده مش حقيقة، ده مشكلة كبيرة. مفيش أي حد في الدنيا بينجح بسرعة، مفيش أي حد في الدنيا بيطلع السلم مرة واحدة. أكيد يعني من الطبيعي واحد بيطلع درجة درجة. والمشكلة في البني آدمين إنهم ما عندهمش صبر، مستعجل، عايز تبقى مليونير من يوم وليلة. أنا مش بحبطك والله، بس كل حاجة ليها وقت، والرزق ربنا بيقسمه. زي ما انا قلت من شويه لازم يبقى عندك خبره. طيب يا سيدي انا معاك دلوقتي، انت معاك فلوس كتيره وشخص مليونير وربنا كرمك. خليك دلوقتي بالعقليه بتاعتك انك معاك شركه وانت لسه ما عندكش خبره ولا تجارب. مع احترامي ليك طبعا، هتعرف تقود شركه؟ سيبك من الشركه، مشروع بسيط، محل فتحه، اي حاجه. هتعرف تقود محل بالعقليه بتاعتك دلوقتي وانت ما عندكش خبره وما عندكش اساسيات الشغل؟ ما نزلتش واتبهدلت وهنا وعرفت دي وازاي تيجي من هنا وازاي تجيب دي من هنا. تعرف تنظم موظفين وتعرف تنظم مواعيد وتعرف ترتب شغلك ومواعيدك والإنتاج وتستورد إيه وتجيب إيه. يعني قصة كبيرة حضرتك. يمكن في نظرك سهلة، يمكن في نظرك سهلة، بس هي في الحقيقة مسؤولية كبيرة. زي ما أنا قلت لك من شوية أنا مش بحبطك، بس برضه فكر في الحتة الإيجابية. الخلاصة من النقطة بتاعتي لازم تمر بتجارب ودروس في الحياة. وفي نقطة كمان نسيت أتكلم عنها، وهي ما تقلش أهمية طبعا، ويعني إلا ما رحم ربي بيخش شغل معين فما يلاقيش الشغل أو النجاح اللي رسمه في دماغه، فبيضطر يتجه إلى الحرام. إلا ما رحم ربي، أنا بقول إلا ما رحم ربي، فبيتجه إلى الحرام وبيجيب بقى فلوس من الحرام بقى ما تفرقش معاه جايه منين، واللي يسرق لك من هنا واللي يبيع لك مش عارف ايه. ف لمجرد انه عايز نجاح سريع، عايز يبقى معاه فلوس، عايز يبقى مليونير، هو كده بيقنع نفسه ان ده نجاح، ان يبقى معاه فلوس كتيرة. الحرام ما بيدومش، وما توهمش نفسك ان ده نجاح. ده مش نجاح، ده ضياع. رزق كل واحد فينا ربنا كاتبه، بس انت اللي استعجلت. لازم تبدأها بأول سلمة يا سيدي، على الأقل إنك تفتخر بنفسك بأقل حاجة، أقل حاجة تقدر تقدمها. بس أنت تبقى فخور بنفسك. خلي قصتك ورحلة كفاحك مش أي قصة. خليك قدوة لابنك، خليك قدوة للشباب، خليك قدوة لأخوك الصغير. أنت فكرك إن محمد صلاح فكر نفسه إنه هيبقى محمد صلاح؟ بس ده جيب إيه؟ جيب شغل كتير قوي ومجهود وتعب. أنت مفكر دكتور زويل أو دكتور مجدي يعقوب كان مفكر نفسه هيبقى دكتور مجدي يعقوب او دكتور زويل؟ جيب تعب وجيب مجهود
وجيب سعي، حط تحتها مليون خط. الناس دي تعبت فلاقت. النتيجة دي مش بتاعتك ولا بتاعتي ولا بتاعتك. احسبها صح. النقطة التانية، الوقت. الوقت الوقت مش هتعرف قيمة الوقت غير لما يضيع منك. الوقت ده أغلى حاجة عندنا في الحياة، لو ما حافظتش عليه هتضيع، وبيضيع منه حاجات كتيرة جدا. والمشكلة إن إحنا عارفين الكلام ده بس ما بنعملش بيه. لو قررت بس، أو فكرة كده جت في دماغك إنك تشتغل على نفسك، هتلاقي حياتك ونفسك في حتة تانية. وافتكر دايما يا بطل إن العظمة ما بتجيش وإنت قاعد، بتيجي بإصرارك ومجهودك. لازم تبقى عارف إن النجاح مش هيجي لو أنت مش مستعد، أو أنت مش مستعد تضحي بكل الكلام ده. الوقت لو ضاع ما بيرجعش تاني، علشان كده ادي لنفسك حافز إنك تكمل. النقطة التانية، سيطر على علاقاتك. في حياتنا العلاقات بتبقى مهمة جدا، سواء بقى كانت مع الصحاب، مع العيلة، مع الناس اللي بنحبهم. لكن لازم تفهم إن مش كل علاقة هي مصدر سعادة، وعشان كده لازم نسيطر على علاقتنا ونعرف إن كل الناس مش غرضها مصلحتنا. اختار الناس اللي بيحبوك وبيحترموك وبيقدروك، مش الناس اللي بتستهلكك عاطفيا ومعنويا. التحكم في العلاقات مش معناه إنك تكون قاسي وجبروت، لازم تختار صح. النقطة التانية، لازم تتعلم من الأخطاء. في بعض الأوقات بنواجه مواقف في حياتنا بنغلط فيها، وممكن نكون مش قادرين نعترف بغلطنا لأن الكبرياء أو الخوف بيخلينا نتجاهل. لكن الحقيقة الاعتراف بالغلط هو أول طريق الصح. أنا عن نفسي مريت بكتير قوي لحظات كنت بغلط، بس أكيد بنرجع وبنعرف غلطنا. وأكيد طبعا إحنا كلنا مش ملايكة، إحنا بشر وأكيد بنغلط. في مرة من المرات كنت قاعد مع ناس غاليين عليا جدا، أوقات كتير بسبب ضغوط الحياة فالواحد يعني بيصدر منه عصبية أو متسرع في بعض القرارات. فمشكلة إن عصبيتي ممكن تكون جرحتهم شوية، أو مش فاهمين سبب عصبيتي. في الوقت ده كان ممكن إني أعتذر. الاعتذار مش عيب، أو الاعتذار مش ضعف، ده قوة. مش معنى إني بعتذر يبقى أنا ضعيف. الاعتراف بغلطنا ده مصدر قوة، أحسن ما تكدب على نفسك وتوهم نفسك إنك على صح. هتوصل لكارثة قدام. لكن الأهم من كل ده إنك تتعلم من أخطائك وما تكررهاش تاني. على الرغم من كل الأخطاء دي، اعترافي بيها بيخليني شخص أفضل، لأني لما أواجه نفسي وأقول إن غلط، ده بيكون عندي فرصة أتعلم وأطور من نفسي أكتر. مفيش أي حاجة في الدنيا اسمها شخص مثالي، الكل بيغلط. في النهاية مش مهم إنك تكون دايما على صح، المهم إنك تعترف بالغلط. وآخر حاجة حابب أختم بيها، يعني كل فيديو لازم أختم بيها: انجح. لازم تنجح. انجح عشان نفسك، انجح عشان أخوك، انجح عشان عيلتك، انجح عشان ابنك. لازم تنجح. عيلتك دي مسؤوليتك، اخواتك دي مسؤوليتك. لما تكون عايز تنجح علشان عيلتك أو عشان أخوك أو عشان صاحبك أو عشان ابنك، بيديك إحساس مختلف. عمرك شفت حد فاشل والناس بتحبه؟ عمرك شفت حد بيمشي مشي مش كويس الناس بتحبه؟ النجاح بس مش علشانك، علشانهم هما كمان. خليهم يفتخروا بيك. ما تبقاش قليل، انت مش قليل ولا انت ضعيف. انا بصراحة مش عارف اقول ايه، هو كلام كتير جوايا عايز اقوله بس عشان وقت الفيديو بس. وهنعمل فيديو تاني لنصايح على السنة الجديدة، فهيبقى جميل جدا. وبالمناسبة كل سنة وانتم طيبين، وسنة جديدة كده علينا كلنا إن شاء الله، وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. ما تنساش تصلي على النبي.